بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، احنا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه. هنتكلم النهارده عن الفطام. الفطام هو يعتبر المكسب بتاعنا، هنختار منه ازاي سلاله، وهنختار منه ازاي الارنب اللي هننقله في جنب ونحطه يبقى لحم، وهنشوف ايه المشاكل اللي عندنا اللي بتواجهنا في الفطام. طبعا الفطام علشان احنا اليومين دول في البرد، طبعا ما ينفعش احط الفطام ارنب واحد في عين واحده. الام مثلا هي اللي بتبقى في عين واحده، او الارنبه اللي واخداها سلاله اللي كبرت وعدت 2 كيلو دي بحطها في عين لوحدها علشان تكبر وتفرد وتبقى كويسه معايا. طيب الفطام الصغير اللي عمر لسه من 2 ل3 شهور، اللي لسه بقى كيلو ونص، كيلو 400، كيلو 200، كيلو 300، حجمه صغير، ما ينفعش ان انا احط الفطام واحد بس او 2 في عين واحده. الام لما تبقى كبيره وتبقى حلوه زي دي بسم الله ما شاء الله اخدها في عين واحد لوحدها. بعد كده تعالوا بقى نختار من الفطام بتاعنا ايه اللي هناخده سلاله وايه اللي هناخده للحم نبيعه نذبحه، إيه اللي مش هينفع معايا سلاله، ايه اللي مش هينفع وايه اللي هينفع. طبعا يعني لازم نتكلم بصراحه وبوضوح. انا لما بحط كميه ارانب مع بعضها زي مثلا دول او في عين ثالثه هناك اهي ان شاء الله هصورها برده لكم اهو، دي زي ما قلنا ام بتبقى في عين لوحدها كده، العين الثالثه اهي الفطام. عشان بصور فوق بطلع بنزل بس اهو، دي التالتة اهي. يعني مثلا حوالي ادي دول كام ارنب، ادي 7 ارانب في كل عين، من 7 ل 10 ل 6 تبع ما يبقى العدد عندي كبير ولا صغير. انا دلوقتي دول 7 في العين، طبيعي ووارد ان هم يضربوا بعض، ان هم يعوروا بعض، ان هم علشان احنا بنحطهم كده يدفوا اولا بعض، ثانيا لما يضربوا بعض ويعملوا يبقوا يبهدلوا بعض كده، احنا بناخد بقى اللي اتضرب، اللي جاله مثلا تعب وهو عالجته مره واثنين وثلاثه، اللي عينه تعبانه، اللي شعره واقع، كل ده مش هينفع طبعا عندي سلال. اللي ظهره طبعا مش حلو، لازم ظهر الارنب يبقى امسكه كده يبقى الظهر بتاعه حلو كده وقوي وعافي وشديد، علشان ظهره ده هو اللي هيعمل لي السلاله بتاعته. تعالوا نشوف الحته دي بسم الله ما شاء الله عليها اهي، ربنا يزيد ويبارك، ما فيش عندي فيها اي مشكله، لا جالها جرب ولا جالها برد ولا تعبت، وبسم الله ما شاء الله شايفين ظهرها عالي ازاي وحلوه بسم الله ما شاء الله معديه كيلو ونص. دي اسيبها مثلا سلاله. ازاي ان انا اسيبها سلاله؟ طبعا بامها الارنبه البيضه بسم الله ما شاء الله ارنبه حلوه وكويسه، فانا عارفه امها، انا عارفه امها كويسه، والذكر اللي كانت متلقحه منه برده كويس. شايفين ظهرها عامل ازاي، وهي بسم الله ما شاء الله شكلها عامل ازاي، ودانها شكلها حلوه. طيب تعالوا برضو نختار حاجه تانية، واحد زي ده كده برضو اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، حلو جدا اهو بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى شوفوا بصوا، ده حاجه كده ايه، ظهر الشعر واقع، والمناخير الظهر من عليها واقع، وكان عنده مره تعبان وبطنه منتفخه، فده ما ينفعش معايا سلال. ارنب زي ده كده ما ينفعش معايا سلال. ليه؟ لان ظهره وحش، شعره واقع، تعب، عالجته مره واتنين. فاحنا ايه بنتكلم بوضوح وصراحه مع بعض. ارنب زي ده بسم الله ما شاء الله واقف، قوه، صحه، عينيه بتلمع حلو. يعني مثلا من كل عين هاخد 1 أو 2 سلاله والباقي هيبقى لحم. ده ازاي ان انا بختار السلاله من الارانب، وازاي ان انا بشوف ايه اللي ينفع معايا وايه اللي ما ينفعش. الحته السوداء دي بسم الله ما شاء الله برده حلوه، ربنا يزيد ويبارك، حلوه جدا، معديين زي ما قلنا كيلو ونص بسم الله ما شاء الله، بادئين يكبروا كده ويبقوا حلوين ويفرحوا كده وشكلهم يفرح. طبعا بعد تعب ومجهود اختار وانقي واشوف ايه اللي ينفع منهم وايه اللي ما ينفعش. حته زي الدوتش دي برده حلوه، يعني 1 أو 3 من العين هيبقى فيه 4 هيطلعوا لحم. العين مثلا معدل 7 8 9 أو 10 حتى، هيطلع من كل عين 3 أو 4 سلاله، والباقي كله هيتباع لحم. مش طبعا هطلع كل اللي عندي سلاله، لان ما ينفعش السلاله تطلع بسهوله، السلاله ما بتطلعش بسهوله، بتقعد اولا فتره طويله 5 شهور، بتقعد لما انقيها وافرزها واطلعها على الفراز. شايفين ارنب زي ده مثلا عينه تعبانه، ارنب زي التاني ده ودنه تعبانه، ارنب زي ده ظهره واقع، ما ينفعش.
تعالوا كده نشوف. بسم الله ما شاء الله اهو، شايفين شعره واقع ما ينفعش. حته زي البابيون دي برضو حلوه بس ظهرها يعني ما يصدش. حته سودا حلوه برضو اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني زي ما قلنا في كل عين هاخد 2 أو 3 يطلعوا عندي سلاله، وبعد كده الباقي هيتباع لحم. اللحم ابيعه امتى او ابيعه بعمر قد ايه؟ الارنب من عمر شهرين، من شهرين ونص يبدا يعدي معايا الكيلو ونص، لو العلف بتاعي تمام والجو بتاعي تمام. انما ما ينفعش ان انا اسيب الارنب في البرد واقول لا ده انا مش نافع يطلع عندي سلال. الجو برد، الجو مش نافع عنده انتفاخ اهو. بسم الله ما شاء الله، شايفين الحته دي؟ بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده اوريها لكم اهو، حته حلوه. انا ما بشوفش الارنب غير لما يبقى يعني ايه بره كده بعيد عن اخواته، اشوفه ظهره واقف كده وظهره حلو وصادد وحلو اهو. واحده بيضه برده كويسه، في بابيون حلوه برده اهي اهو. دول كده هم حلوين اهم، عمر 3 شهور وبسم الله ما شاء الله بادئ يبان له ظهر، بادئ ودانها تبقى حلوه، عينها بتلمع كده وقويه وحلوه وما تعبتش قبل كده، ما جالهاش تعب مثلا، ما جالهاش جرب، ما جالهاش برد، ما تعبتش معايا. فانا الحاجات دي اقدر تصد معايا. فاحنا قلنا اهو كل عين فيها 8 فيها 9 فيها 7 باخد منها 2 أو 3 سلاله والباقي ابيعه لحم. ليه؟ لان اللحم برضو اللحم اليومين دول غالي ما هوش رخيص. اما ابيع الارنب كيلو ونص، الارنب ب 100 جنيه على 3 شهور او شهرين ونص يبقى انا كسبان. زي ما قلنا ظهره واقع، الشعر بتاعه واقع مش هينفع يبقى سلاله. تعب مني، جاله جرب، جاله برد، عالجته مره واتنين، فما ينفعش معايا، ما ينفعش معايا سلاله. السلاله خدها تبقى على الفرازه، تبقى حاجه متنقيه صح. طبعا البرد اهتم جدا ان انا ادفي الارانب كويس قوي. ابيع اللحم لما يبقى من اول شهرين بدا يمسك عندي كيلو ونص دخل على 2 كيلو، يبقى انا كده ابيع على طول، ما استناش علشان ممكن يبقى فيه هالك بعد كده. الارانب كل ما بتكبر، كل ما بتكبر في السن، كل ما بيضربوا بعض، كل ما بيبهدلوا بعض. الاقي الارنب ده ودنه متاكله، الاقي اهو زي ما انتم شفتم ووريتكم الحاجات دي بتحصل وموجوده. ده طبيعي، ده طبيعي عند الارانب. فانا النهارده بقول لكم اهو الارنب عمر من شهرين ل3 شهور بيبدا يمسك الكيلو ونص 2 كيلو ابيع. ارنب كيلو ونص ب 100 جنيه مش وحش، كيلو ونص 2 كيلو ب 150 جنيه مش وحش برضو. ابدا ابيع واجيب علف، ابدا ابيع واعمل اي حركه، اخد 2 3 من كل عين. زي ما قلنا حاطين الفطام، حاطين الارانب الصغيره مع بعض، ما سيبهاش يقعدوا يضربوا بعض ويبهدلوا بعض، لانه كده بخسر الارانب. واختار بقى اللي ظهره حلو، اللي ظهره صادد، اللي ان انا عارفه ان امه كويسه كانت بترضع كويس وسلالتها حلوه، اخده واحطه على جنب كده 2 ولا 3 في العين بس، واسيبهم بداوا يضربوا في بعض، افصل كل واحد في عين. ليه؟ لان الذكوره لما بيكبروا بيضربوا بعض، النوتي نفس النظام بيضربوا بعض. يعني شايفين واحد عندي اهو ودانه متبهدله بسببهم، فيعني ده كله خساره عليا. فانا افصلهم عن بعض، اخلي كل 2 في عين. كل بعد كده لما يبقى 2 كيلو 2 كيلو وربع ابدا افرز بقى واحط النتايه كده، كل نتايه في عين. عندي اخد ذكر حلو كده ويكون عافي او 2 من الذكوره الصغيره اللي طالعه دي. ما عنديش ذكر اخد، ما عندي ذكر ومش محتاجه خلاص، عايزه اغير دم من بره من اي حد على التليجرام واقول يا جماعه انا عندي ذكرين، اللي يبدل معايا ياخد مثلا ذكر ويجيب لي نتايه ابيعه لحم، ما فيش اي مشكله. اللحم النهارده زي ما قلنا ماسك 75 جنيه بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. لما ابيع ارنب كيلو ونص ب 100 جنيه او 2 كيلو ب 150 جنيه انا الكسبانه، يبقى انا كده بكسب، بعمل حركه، بجيب علف، ببيع وبجيب علف، باكل، يبقى في انتاج، في حركه، ببيع وبجيب غيره. الامهات طبعا تعالوا نشوف الامهات الحلوين دول بسم الله ما شاء الله. واحده بترضع اهي، ربنا يزيد ويبارك. ودي فتحنا عليهم الباب بسم الله ما شاء الله، 7 ارانب زي الفل بسم الله ما شاء الله، كلهم هم بياكلوا مع امهم. وفي واحده ثانيه كمان بترضع اهي، تعالوا نوريها لكم. دي الامهات ربنا يزيد ويبارك يا رب. اهو رضعت وخلصت رضاعه بقى، تعالوا نطلعها. اطلعي بسم الله ما شاء الله. كبروا اهو، تعالوا نفتح الباب عليهم بقى مع الام كده ويطلعوا ياكلوا ويشربوا بقى، خلاص كبروا ياكلوا بقى علف مع الام. الامهات دايما اهتم بيها، اهتم بالنظافه، اهتم ارش دايما يود كل 2 أو 3 ارش يود باستمرار علشان التهاب العرقوب. الامهات الكبيره
او الذكوره الكبيره ممكن يجي لها عرقوب، لازم افرش فرشه عرقوب للامهات اللي وزنها تقيل، اللي عدت ال4 كيلو. شايفين الفطام زي ما قلت لكم، ناخد الحلو اللي ظهره حلو، اللي صادد، اللي صحته حلوه، اللي ما تعبش معايا مره واثنين وثلاثه، اللي ما عالجتوش خلاص اخده معايا سلاله اهو. شويه اهو زي ما قلنا، في لحم وفي سلالات اهو. انا ما شلتش حاجه منهم كلهم اهو، بنصور معاهم علشان نعرف برضو ايه اللي بناخده لحم وايه اللي بناخده سلال. حتى في ارنب طلع فوقها هنجيبه اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. ده كانت حلقه النهارده، يا رب الفيديو ينال رضاكم ونال اعجابكم، يكون دايما عند حسن ظنكم. اي حاجه تطلبوها مننا ابعتوا في التعليقات ان شاء الله هنرد عليكم باذن الله، احنا تحت امركم. اي اخت من الاخوات الفاضلات تحب تتواصل معنا على تليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 6281 5093، تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.